هذه القصة ليست لذوي القلوب الضعيفة. بالنسبة لكثيرين ليس هناك كابوس أسوأ من مشاهدة صرصار يمشي مستعجلا على الحائط أو يقف مسترخيا فوق صحن طعام، فما بالك أن يكون هو نفسه طعاما أو جزءا منه؟ يا إلهي، هذا ما تنوي دول الاتحاد الأوروبي فعله مع إعطائها الضوء الأخضر لاستخدام الصراصير ويرقات الدودة القشرية على شكل مجمد أو معجون أو مجفف أو على شكل مسحوق وبيعها. بالنسبة للمفوضية الأوروبية ووفقا لقواعدها فإن تناول اليرقات والصراصير المنزلية آمن بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من الحساسية الغذائية، كما أنها قد تكون بديلا غنيا بالبروتين. لكن المفوضية فرضت ضرورة وضع بطاقات على الأطعمة التي تحتوي على مكونات من الحشرة يوضح فيها اسم هذه الحشرة ونوعها. المفوضية تقول إنه لن يفرض طبعا أنه لن يفرض أكل الحشرات على أحد، لكن فكرة استخدامها طعاما استحوذت فعلا على انتباه العلماء والشركات التي تتطلع إلى تقليل الاعتماد على اللحوم والألبان ووقف تدمير المساحات الخضراء بغرض تربية المواشي، وأيضا المساهمة في إطعام سكان الكوكب الذين تتزايد أعدادهم باستمرار. هذه الصراصير تعيش حياة منظمة ووفق نمط مدروس، تحتضنها منشأة خاصة لتربيتها في إحدى ضواحي مدينة جنن في مقاطعة شاندوكجا الشرقية بالصين. يصلها الطعام يوميا في الخلايا التي تعيش فيها، خلايا كبيرة وبها ثغرات واسعة. استنسخنا البيئة المعيشية للصراصير في الولايات المتحدة، إذ أن الصراصير تحب العيش في مكان به ثغرات واسعة، ولهذا السبب قمنا ببناء هذه الرقائق المليئة بالثغرات. الطعام عبارة عن مخلفات المطابخ الصينية، 50 طنا من النفايات ترسلها شركة للتكنولوجيا الزراعية يوميا إلى منشأة التربية هذه التي تقدمها للصراصير من خلال أنابيب. التخلص من النفايات الغذائية بات تحديا هاما للمدن الصينية التي حظرت استخدام فضلات الطعام كعلف للخنازير منعا لتفشي حمى الخنازير الإفريقية، أمر دفع بعض الصينيين إلى استخدام الصراصير كبديل. النقطة التالية من تطبيق خطة الصفر المطلق هو تقليل أعداد الماشية في كل أنحاء العالم. فبدأت بالفعل الدول في خفض أعداد الماشية لديها تماشيا مع توصيات مؤتمرات المناخ هذه، فتخلصت هولندا وأيرلندا الشمالية وأيرلندا الجنوبية وأستراليا وغيرها من الدول من نسبة كبيرة من قطعان الماشية. هذا حدث بالفعل، هم الآن يتحولون من اللحوم الطبيعية إلى الحشرات واللحوم الصناعية ويقتلوا أعداد كبيرة من الماشية. هذا جنون، لكن هذا هو ما يحدث الآن. تستمر هذه السياسة لتحقيق أهداف الخطة اللي هي خطة الصفر المطلق المرحلية لعام 2030 والنهائية لعام 2050، حين يتم التحول التام إلى لحوم تساوي صفر، حين يتم التحول التام إلى الحشرات واللحوم المصنعة بدلا من اللحوم الطبيعية. ربما يستغرب البعض لأن الكلام ده غير منتشر في وسائل الإعلام الرسمية، لكن هذه حقائق. فهذه أيرلندا تريد أن تقتل 1.3 مليون رأس للوصول إلى الكلايمت تارجتس. هنا المزارعين الأيرلنديين عليهم أن يقتلوا أعداد كبيرة من الماشية ليحققوا الأهداف بتاعة المناخ. أيضا في هولندا خصصت 25 بليون يورو لخفض أعداد الماشية بشكل جذري. كان في مظاهرات طبعا قوية من المزارعين في كل الدول الأوروبية، لكن هذا هو التعهدات الحكومية بتخفيض أعداد الماشية وصولا إلى صفر في 2050. دول العالم عندها خطط للتخلص من الماشية بحلول عام 2050، ودائما الدول الأوروبية هي الأسبق في هذا المجال. نأتي للنقطة التالية وهي اللحوم المصنعة والحشرات كبديل للحوم الطبيعية. إنهم يريدون خفض استهلاك اللحوم إلى أبعد حد واستبدالها باللحوم الصناعية المصنعة من مواد نباتية مع إكسابها طعم ورائحة وشكل اللحوم، أو إنتاج اللحوم بالتكاثر الخلوي عبر تحفيز خلايا مقتطعة من حيوانات مثل الدجاج وتحفيزها للتكاثر عبر الانقسام الخلوي، مما يؤدي إلى إنتاج لحم لم يذكى شبيه بلحم الدجاج. هل تخيلت يوما أن تأكل لحما مصنعا في المختبر؟ ربما ستكون إجابتك بلا، لكن الأمر الآن أصبح حقيقة، وبإمكانك الدخول إلى المطعم وتناول اللحم المصنع مخبريا. وكالة الأمن الغذائي في سنغافورة أجازت للشركة المصنعة أيجاست بيع قطع لحم الدجاج التي تصنعها مخبريا من خلايا حيوانية في مطاعم سنغافورة بالخطوة الثورية في مكافحة التغير المناخي. يوجد عدد من المصانع القائمة بالفعل في هذا الأمر في مختلف أنحاء العالم، وهناك مصنع يتم إنشاؤه الآن في قطر على هذا الأساس لإنتاج اللحوم غير المذكاة عبر تحفيز الخلايا المقتطعة من حيوانات مثل الدجاج. هذا هو إيجاست ستبني مصنع لحوم بلا ذبائح في قطر. الأكثر من ذلك أنهم يريدون دفع الناس إلى تناول الحشرات كمصدر للبروتين بديلا عن اللحوم، وبالفعل تمت إجازة هذه الأطعمة البروتينية من الحشرات وأصبحت موجودة بالفعل على الأرف في المحلات في أوروبا وأمريكا وبلاد أخرى، بل وفي مدارس الأطفال. هذه هي أول موافقة من هيئة أوروبية على اعتماد حشرات كغذاء للبشر من اليورو نيوز، إطعام العالم بالحشرات، الحصول على البروتين عبر تناول الحشرات. وإحنا كتبنا مقال مفصل عن هذا الأمر مستهدفين أطفال المدارس مجهود دولي متواصل لفرض الحشرات مكان اللحوم، وفيه المدارس التي تم في أستراليا وفي بريطانيا مدارس ابتدائية تم تجريب أطعمة مصنعة من الحشرات على الأطفال في 4 مدارس ابتدائية في ويلز لتعميمها في المدارس البريطانية.